السلام عليكم. هل محمود كهربا ظلم نفسه لما مشي من الزمالك، ولا الزمالك اللي خسره، ولا هو اللي خسر الزمالك؟ عشان اقدر اجاوب على السؤال في كذا نقطة لازم اشوفها الاول. ارقام محمود كهربا ايه مع الزمالك في الموسمين اللي لعبهم في الزمالك، وهل الزمالك استفاد منه ولا لا؟ الزمالك جاب كهربا في صيف 2015 جابه ب 6 مليون و500 الف جنيه. لعب مع الزمالك بطولة كاس مصر 2014، لعب 4 ماتشات حط جونين. لعب بالنهائي في النهائي، انا فاكر له الماتش كان عامل ماتش جامد على احمد فتحي. عارف يعني ايه باك بتاريخ احمد فتحي؟ محمود كهربا لعب عليه ماتش جامد والله العظيم، كان واخده غسيل ومكوى حرفيا. بعد كده بدأ الموسم مع الزمالك موسم 2015 2016. بدأ الموسم ده لعب 29 ماتش حط 11 جون وعمل 5 اسيستات. مش فاكر لعب كام ماتش في الدوري في الكونفدرالية عشان ما فيش مصدر جايبه، بس لعب بس حط 4 جون في الكونفدرالية وعمل اسيست. الموسم بقى بتاع لما خدنا فيها الدوري، لعب في دوري ابطال افريقيا، لعب 4 ماتشات حط جونين. ولعب ماتش السوبر اللي هو ماتش السوبر قدام الاهلي لما ضيع البلن، بس حط بعدها جون. فاجمالي الماتشات اللي لعبها في الموسم لعب 34 ماتش بخلاف ماتشات الكونفدراليه، حط 18 جون وعمل 7 اسيستات. فده كوينج لسه اول موسم له مع الزمالك كوينج، وارقامه ديت حلوه، فارقامه حلوه فشخ يعني. بعد كده قام طالع موسم اعاره للاتحاد بمليون و200 الف دولار. لما اتألقت معاهم طلبوا ان هم يجددوا اعارتك تاني ب 2 مليون و300 الف دولار. يبقى الموسمين الاعاره للاتحاد الزمالك طلع من وراهم ب 3 مليون دولار ونص، ب 3 مليون ونص دولار، ما يقارب ال 65 او ال 70 مليون جنيه. بارقامك كانت مع الاتحاد كانت حلوه برضو، كانت حلوه فشخ كمان. انت كنت عامل 53 ماتش، كنت جايب 24 جون وعامل 10 اسيستات او 9. لما خلصت اعارتك رجعت للزمالك موسم 2018 2019، لعبت مع الزمالك 27 ماتش في الدوري، حطيت 11 جون في الدوري وعملت 11 اسيست. لعبت في الكونفدراليه 14 ماتش في الكونفدراليه، جبت جونين وعملت اسيستين. لعبت 4 ماتشات في البطوله العربيه وماتشين في كاس مصر قبل ما تهرب. اجمالك في الدوري لعبت 48 ماتش، عملت 14 اسيست وحطيت 13 جون. اجمالك بقى في اجمال ماتشاتك في الموسمين اللي انت لعبتهم مع الزمالك، لعبت ما يقارب ال 84 ماتش، عملت 31 جون. يعني حطيت 31 جون وعملت 20 اسيست. كسبت الكونفدراليه وكاس مصر والسوبر السعودي، لعبت برضه مع الزمالك وانت عملت اسيست لحمدي النقاز. ففي ظل الارقام الموسمين لا انت كنت وينج جامد فشخ، كان لسه قدامك كتير فشخ ان انت تقدمه مع الزمالك بالارقام دي. انت ارقامك اللي كانت بتقول كده. يعني في موسم 2015 قصدي 2019، انت من ضمن اسبابنا اللي احنا نكسب الكونفدراليه، ومن ضمن الاسباب اللي كانت مخلينا ننافس على الدوري لحد اخر جوله او اتنين. اتنين خسرناها بقى بسبب الاحداث اللي كل الناس عارفاها دي. بس فان انت اللي انت خطوه خدتها دي خطوه غبيه فشخ والله. انت من ضمن اسبابنا اي بطوله احنا خدناها وانت معانا، كنت انت من ضمن اسبابنا احنا ناخدها اصلا. انت كنت عامل مواسم مع الزمالك جامده فشخ، الموسمين اللي لعبتهم عملت ارقام هايله، والزمالك استفاد منك ماديا جامد فشخ، من وراك دخل فلوس الدنيا. واصلا انت لسه عليك غرامه 75 مليون جنيه، فيعني الزمالك مرتاح فشخ من وراك ماديا. وكلاعب انت مدخل الزمالك بطوله قاريه غايبه من 2002. مش البطوله دي، لا كبطوله قاريه يعني عامه غايبه من 2002، ومدخل له بطوله اول مره ياخدها اللي هي الكونفدراليه. انت كنت من ضمن اسباب ان احنا ناخدها، ومن ضمن اسبابنا ان احنا نكسب الدوري، مش ما نكسبوش ان احنا ننافس فيه على اخر جوله او اتنين. فانت كنت عامل ارقام مميزه فشخ، وكان والله العظيم قدامك فرصه انك تسطر اسم وتاريخ لنفسك جوه الزمالك. وكنا الجماهير كلها بتحبك، وكان بندعمك وبنشيد بيك وبتاع، وكنا بنطالب ان انت تلعب اساسي وهكذا. بس انت بقى اللي خدت خطوه وحشه فشخ انك تمشي من الزمالك في ظل الاجواء اللي انت عاملها دي. انا مقدر، عارف لو انت مثلا اهلاوي، وانا مقدر ان انت بتلعب في الزمالك عشان ده اكل عيشك، بس ما كنتش بتطلع تشتم في الاهلي لما بنكسب بطوله، لان انت كنت بتطلع تشتم في الاهلي. اي بطوله بنكسبها كنت بتطلع تغني مع الجمهور وتشتم في الاهلي مع الجمهور. والحاجات كلها على النت يعني، ما باجيبش حاجه من عندي. فان انت لما تروح الاهلي وعملت نفس الحوار مع الاهلي، طب انا هعرف انت بتشجع من انتمائك ايه ازاي؟ هل انت بتشجع اتحاد سكندري مثلا؟ ما غريبه فشخ، تشتم الاهلي مع الزمالك وتشتم الزمالك مع الاهلي. عارف انت لو كنت رحت لما كنتش بتعمل حاجه ضد الاهلي مع الزمالك، يعني عارف لما كنا بنكسب بطوله انت ما كنتش بتحتفل مثلا مع الجماهير وتشتم الاهلي، ورحت الاهلي دايركت وبرضه ما بتشتمش في الزمالك، انا كنت هحترمك، لانك انت هعرف فعلا ان انت كنت مثلا اهلاوي وبتلعب في الزمالك عشان ده اكل عيشك، وما عملتش حاجه، وقدرت فترتك مع الزمالك، قدرت الجمهور واحترمتهم، وقمت رايح للاهلي لعبت زي ما انت عايز بقى، مالناش دعوه بيك. انا ما كنتش هشجعك ولا كنت احبك انك رحت للغريم المنافس بتاعي، بس كنت هحترمك واقدرك على الفتره اللي انت عملتها معايا. انما باللي انت عمله ده كله، انت محيت الارقام اللي انت عملتها مع الزمالك ومحيت فترتك مع الزمالك.
مستحيل تلاقي أي جمهور من الزمالك بيحبك دلوقتي أو بيشجعك. فبكل تأكيد الزمالك هو الزمالك كسب من ورا محمود كهربا، ما خسرش أبدًا، كهربا اللي خسر من ورا الزمالك. أنت لو جيت تبصها وتبُص بالعقل هتعرف إن الزمالك فعلًا كسب من ورا كهربا، سواء فلوس أو لعب، إنما كهربا هو اللي خسر. والله العظيم كهربا كان موسم 2019 دوّة كان أحلى وينج في الدوري المصري. يعني كان ممكن كهربا يصنّع لنفسه تاريخ في الدوري المصري والله العظيم لو كان فضل مكمّل في الزمالك، بس هو اللي ضيّع نفسه بالخطوة اللي هو عملها دي. هو حاليًا بطّل كورة بقى له 3 سنين والّا حاجة ما بيلعبش عشان الغرامة اللي عليه، وهيدفعها برضه في الآخر. بس الأجوان اللي بيجيبها دلوقتي بيجيب جون مثلًا في ال18 بيباصوا له الكورة بيحطها، مش اللي هو كهربا بتاع اللي كان مع الزمالك. هو لو رجع زي ما كان مع الزمالك هو كان هيبقى وينج جامد فشخ والله، بس هو حاليًا تقريبًا خلاص. من اللعيبة اللي دماغتهم سوّحتهم بأمانة يعني. ده اللي أنا كنت عايز أكلمه في موضوع كهربا. السلام عليكم.